سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. كيف ما شفتوا معايا اليوم غاتو او حلوه لاكريم سهله مهله باقل مكونات وكتوجد دغيا دغيا. والمقادير كيف ما ولفتكم دائما البنات، بلا جينواز بلا تماره وكسر الكعدة كتوجدي حلوه او غاتو كيف ما شفتوا. قطعتها معكم، جات هائله غزاله، اما المذاق يا سلام، والطبقات باينين وكيف ما شفتوا معايا هائله الصراحه وبسيطه ومقادير قلال. ندخلوا نشوفوا المقادير ديالنا. في بول درت غير 2 بيضات وشويه ديال الملحه وبشور ديال الحامض او الليمون. طربتهم البنات مزيان، غير بالطراب اليدوي. هذا الطراب كل مره يطيح لي. تنضيف عليه نص كاس ديال السكر سنيده، ما كاملش نص كاس الصراحه، شي 4 كاس هكا. نفس المقادير حتى هو. الزيت، نص كاس الزيت كنعبر بالكاس العنبه، كنعاود نطرب بيدي كيف ما شفتوا معايا القوام ديالو كيفاش داير. يعني ما درتهاش مجهود كبير اولا طربت البيض بزاف اولا، والله العظيم الا كتوجد دغيا دغيا وغزاله. هنا كنت كيحسب لي كنصور معكم، ولكن معليش. هنا ضفت 2 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق ومعلقه كبيره ديال الكاكاو مور و2 الخمارات حجم 8 غرام 8 غرام. وضفت نص كاس ديال الماء دافيه البنات، يعني غير الكاس اللي تصور لي، الدقيق ما تصورش. المهم انا قلت لكم 2 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق ديال الفورس و2 خمارات حمر صافي ومعلقه ديال الكاكاو مور. كنخلط الجميع بهذه الطريقه هذه، يعني راكم شفتوها سهله دغيا. وجدت معايا الكيك دغيا وجدتها. وداك الكاس السخون اللي درت في الاخر هو تيجيبها زوينه، كيجيبها طالعه مفشفشه من الداخل، يعني زوينه بزاف تيجيبها صافي. حاولت مع هذا الطراب الصراحه كان كيطيح لي وعصبني بزاف، ما عرفتش مالو كيتنصل صافي. كملت بالسباتيلا، شوفوا القوام ديالو كيفاش داير صافي. وجبت المول ديالي. هاد 2 كيسان ديال الدقيق البنات راه تيجيب، يعني الكيكه هي هذيك اللي غادي تقدري ديري بها لا كريم، تجي شويه ما كبيراش بزاف، يعني ما منفوخاش بزاف، بين وبين، وكتجي مفشفشه وزوينه وخفيفه بزاف، بحال درتي لي الجينواز، بحال طيبتي جينواز درتيه، وهي غير كيكه عاديه ب2 البيضات صافي. هنا سرحتها في داك المول الداير عندي ودخلتها الفران العافيه غير من التحت، غير واحد 4 ساعه ولا 20 دقيقه كانت وجدات، حيت قليله. هنا مشيت خليتها هي في الفران وجيت نوجد الكريمه. هنا عندي كاس حليب مجمد، عندي 2 معلقات ديال السكر سنيده ما عامرينش، وعندي 2 معلقات ديال الجبن طاري، وعندي كاس ديال الفلون كراميل. جبن طاري يعني الا عندكم جبن ديال الدار، انا كنت درت داك الجبن داك الزرق صافي. ودرت باكيه د لاموس ديال الكراميل مع داك الكاس الحليب مجمد، وضربتهم مع ديال الكريمه ديالي. حتاجيت كيف ما قلت لكم هنايا كاس ديال الفلون و2 معلقات الجبن طاري. ضربت الكريمه ديالي ودخلتها للثلاجه تبرد. هنا جبت الكيكه قسمتها غير بالخيط كيف ما شفتوا معايا، دخلت الخيط من الجنيبات وبقيت كنقسمها حتى قسمتها كامله صافي. وحيدت الفوقاني في ديك المقيله ديال المول فاش طيبتها مع كانت رقيقه، ودخلتها من الجناب. وردوا البال البنات كتجي كتفتت بزاف، مع كتجي رطبه بزاف بحال الجينواز صافي. هنا درت واحد الكاس ديال الحليب بارد مع الكيكه سخونه، درت انا حليب بارد ودرت معاه معلقه ديال الكاكاو مور.
خلطته مزيان. ولا بغيتي ديروا نيسكافي صافي ديري نيسكافي. وسقيتها مزيان بالمعلقه، وانا غادا كنسقي فيها حتى كملتها بهذه الطريقه هذه. وكنسقي وحده على وحده، معلقه حدا معلقه باش تسقات مزيان. كيف ما شفتوا الفيديو واضح. والكريمه راني درتها في الثلاجه كتبرد، وانايا كنصاوب الكيك باش تبرد ليا مزيان، باش ما تعذبنيش، ما تسيحش ليا منين نديرها فوق الكيك. واخا طلعات مزيان وانما ما تسيحش، تبقى تبرد شويه. صافي هنا جبدت الكريمه، درتها من فوق داك الطرف التحتاني ديال الكيك غير بسباتيلا، يعني لا داعي باش تقلبي على وسائل اخرى باش تصايبي كيك او حلوه، غير بلي عندك تقضي. هنا درت اللوز محمر، هرمشتو غير بالموس وهكا، وحطيتو ديك الطبقه فوق الكريمه، كيجي مقرمش مع ديك الكريمه، كيجي المذاق ديالو زوين. صافي وحطيت الطبقه الثالثه اللي هي الكيك ديالنا. حلوه ساهله مهله البنات، والطريقه سهله، وديريها بيدك وعارفه شنو دايره، تنفعك في الضياف، تنفعك في بزاف المناسبات، كتجي زوينه بزاف. وغادي نسقي عاوتاني الفوقاني بداك الحليب. اللي بقى ليا والكاكاو مور كيف ما شفتوا معايا تندوزو بالمعلقه باش يتشرب ليا. سقيتها مزيان الصراحه، جات رطيبه بزاف بداك الحليب وبداك الكاكاو، واحد المذاق ما نقولكمش عليه، جات هائله البنات والله. ديروها بهذه الطريقه ديالي، كتجي زوينه وسهله مهله، وبغيتي توجدي حلوه في دارك. عاوتاني كندير الطبقه الاخرى اللي هي الطبقه الرابعه، كنصايبها بالكريمه عاوتاني، كنديرها واحد الطبقه مهمه من الفوق، يعني كاينه الكريمه بزاف، وكنحاول ليسيها غير بسباتيلا عاوتاني بهذه الطريقه هذه، وانا كنقاد فيها. وغنجمعها من الجنيبات وانا كنقاد. كيف ما شفتوا معايا الفيديو واضح وسهل، ما قطعت منه حتى شي حاجه او لا ما صورت حتى شي حاجه، صورت كل شيء من الاول حتى الاخر، يعني تقريبا الفيديو واضح في الخدمه سهله. وانا كنقاد بديك سباتيلا في الجنيبات بهذه الطريقه هذه. منين كملت دوك الجنيبات شديت ودرت لهم اللوز ايفيلي من الجناب، وجبدت البوش وكندير وريدات، درتهم كوبيبرين شي شويه، وانتم بغيتو ديروهم صغار ديروهم صغار، درتهم كوبيبرين وريدات بداك لابوش. واللوز ايفيلي درتو من الجنيبات، بغيتي ديري اللوز ديريه، بغيتي ديري الشكلاط من الجنيبات باش تجمعيها ديريه، يعني اللي عندك في الدار تقدري تزوقي به من الجنيبات. صافي ومشيت بهاد الطريقه هذه، درت ديك الوريدات صايبتهم صافي ودخلتها تبرد واحد شويه، وعاوتاني جبدتها ودرت لها الشكلاط عاوتاني من الفوق من داك الوسط، درت لها واحد شويه ديال الشكلاط صافي، وزوقت دوك الوريدات وبصحه والراحه.